السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالرضا والعافية. بالنسبة لمباراة اليوم، مباراة الديربي بين النصر والهلال أو الهلال والنصر، بس نبدأ بالنصر والهلال لأنه مباراة في ملعب النصر. أعتقد مباراة ما تخضع لمقاييس، مباراة صعبة على الفريقين، مباراة صدارة وليست مباراة دوري. يعني نسبة كبيرة الهلال لو فاز يعني حيتقدم خطوة أو خطوتين للدوري. النصر كذلك لو فاز حتكون حظوظه كمان كبيرة، لكن ما حتكون مباراة حاسمة للدوري بشكل عام. أتوقع والعلم عند الله يعني إنه حيكون في تحفظ من الفريقين، لأنه ما زال يعني الدوري من 5 إلى 6 جولات. الصعوبة في الجولات القادمة إنه الهلال مبارياته كلها يعني مباريات مصيرية وصعبة، منها التعاون والأهلي والاكتفاء بالشباب. النصر أقل صعوبة من مباريات الهلال، لكن مباراة اليوم توقع إنها تكون يعني متحفظة، وأتوقع التعادل 1-1 أو فوز النصر 2-1. بالتوفيق للفريقين إن شاء الله في إظهار مباراة ممتعة للجماهير سواء السعودية أو الخليجية أو العربية. إن شاء الله جميعا نستمتع فيها، إن شاء الله يكون ديربي يليق بالحدث.